السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو واحد البسكوي مالح اللي كيجي لذيذ بزاف. طريقه التحضير ديالو سهله وكذلك المكونات. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. هنا عندي 600 غرام ديال الفورز، جوج بيضات، 3 ديال الفرماجات، واحد الخماره، معلقه ديال بودره الثوم، معلقه ديال الفلفل الاحمر ولا البابريكا. هنا عندي الملحه، عندي كاس ديال الحليب، لا موطارد والخردل. هنا كاس ديال الزيت ما بين البلديه والروميه، وعندي الخل. هنا غادي ناخذ داك الدقيق، غادي نحطوه في القصريه، غادي نزيد عليه هادوك جوج بيضات اللي يكونوا بالحراره ديال المطبخ، غادي نزيد دوك الفرماجات. هنا انا درت 3، درت غير مربع، ما عنديش داك المثلث، تقدروا ديروا المثلث ولا اللي عجبكم. هنا كندير داك الكاس ديال الزيت ما بين الزيت البلديه والروميه، تقريبا درت هنا 100 مليلتر. هنا عندي 4 المعالق ديال الزبده. بالنسبه هنا للجبن تقدروا تزيدوا حتى الجبن المبشور، حتى هو كيجي كيعطيها مذاق اكثر. اي نوع تقدروا تضيفوه هنايا. البابريكا، غادي نزيد هنا الملح اللي كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيد معلقه ديال بودره الثوم، معلقه هنا كذلك ديال لا موطارد. غادي نزيد ديك خميره الحلويات ديال 7 غرام، وغادي نزيد معلقه ديال الخل. كندير المقادير كلها وكنخلط في مره واحده. صافي، هنا غادي نبدا نجمع العجين ديالي كيف كتشوفوا. غير غادي نجمعو، ما غادي ندلكو ما حتى شي حاجه. غنبدا نضيف الحليب بشويه بشويه حتى غادي تجمع ليا الخليط ديالي. هنا تقريبا الحليب خدا ليا ديال 90 مليلتر، وكيبقى ليا غادي يهزلو اكثر او اقل على حسب الجوده ديال الدقيق وعلى حسب كذلك البيض الحجم ديالو. صافي، هنا غادي نجمع العجين كيف كتشوفوا. هنا من بعد ما تجمع ليا كتجي العجينه رطبه. غادي نغلفها، نديرها في واحد غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، وغادي نخشيها في الثلاجه واحد شويه ترتاح. هنا تقريبا انا خليتها واحد ساعه الا ربع، تقدروا تخليوها حتى اكثر ماشي مشكل. من بعد ما خرجتها من الثلاجه قسمتها على زوج، غير باش غادي نغلب على العجينه، وخديت هذاك الورق ديال الطبخ وسرحتها فيه، كيكون اسهل. وغادي نبدا نشكل على الطريقه اللي بغيت انا والاشكال اللي بغيت. هنا كيف كتشوفوا قطعت الجوانب كذلك. هنا عندي هذا المرشم مدور هو اللي خدمت به، غادي نقطعهم دوائر وغادي نستفهم في الصينيه ديالي. من بعد ما غادي نستفهم غادي ناخذ واحد صفر بيضه، غنزيد عليه واحد المعلقه ديال الحليب، وغادي ندهن الوجه ديال دوك لي بسكوي. هنا انا درت تقريبا درت 3 ديال الاشكال.
وغادي ناخذ هنا كما كتشوفوا معايا خديت شويه ديال البافو مع الزريعه، اي حاجه ديال الزرع عندكم بغيتو تديروها ديروها. كيجي الشكل ديالهم زوين بهاد الزرارع، وكتقدروا حتى تخليوه بلا والو من الفوق حتى هو راه كيجي بنين، وكيجي الشكل ديالو زوين. هادو كيبقاو غير اضافات على حساب اللي متوفر عندكم. صافي هنا غندخلو الفران على درجه حراره 180 من التحت حتى غادي يطيب ليا، وغادي نشعل عليه شويه من الفوق. وهذا الشكل الثاني كيف كتشوفوا معايا درتو طولي، خديت هذا المرشم تا هو كيجي الشكل ديالو زوين. صافي وحطيته بالصينيه حتى هو ورشيته بهاد الزرارع. كيبقى لكم الاختيار كيف قلت لكم على حساب المتوفر عندكم. بالنسبه للشكل الثالث خديت له سميتو درتو حتى هو مربع على هذا الشكل، ورشيته بشويه ديال الزنجلان والحبه السوداء. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كيف كتشوفوا معايا كيجيو محمرين، الشكل ديالهم رائع بزاف بزاف وكيجيو لذاذين. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوا لي الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. هنا كيف كتشوفوا معايا كيجيو هائلين. غادي نقطع معكم واحد الوحده غير باش كتشوفوا كيفاش كيجيو مقرمشين. هانتوما محمرين من جهتين، كياخذوا واحد اللون ذهبي، ما كنطيبوهمش بزاف. ما تنساونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.